ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يلا بينا مع بعض نجهز الفطار مع بعض. النهارده هنعمل لكم ان شاء الله لحمه كده مشويه، وهنعمل لكم باذن الله فراخ مشويه كده على الفحم بطريقه جميله جدا خاصه وبسيطه. كل المقادير موجوده عندنا في البيت، يعني نفسك تاكلي فراخ مشويه كانك شاريها جاهزه من بره. اعملي معايا التتبيله ديت وان شاء الله هتعجبك جدا. احلى بكتير من اللي بنشتريها من بره، واحلى بكتير لو حد مثلا عملها مش هتعجبك. انت ان شاء الله هتعملي الطريقه بتاعتك ديت وان شاء الله تعجبك باذن الله. معايا هنا فرخه كامله، تمام. هستخدم لها ايه؟ هستخدم معايا نص كوبايه من ميه والبصل وليمون وخل وزيت، تمام. ربع كوبايه من كل حاجه، ربع كوبايه من ميه بصل، وربع كوبايه خل، وربع كوبايه زيت، وربع كوبايه ليمون بعصره ليمونتين يعني. هعصر ليمونتين، تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعصر هنا الليمون اهوت. معايا هنا معلقتين من الكاتشب، معلقتين كبار من الكاتشب اهوت. واحط كمان معلقه من الصلصه، معلقه واحده من الصلصه اهو. التتبيله دي جميله جدا، تخلي لك لحمه الفراخ جميله جدا ما شاء الله، تعجبك باذن الله. معايا البهارات: كزبره ناشفه معلقه كبيره، معلقه بابريكا، معلقه كركم، معلقه توم باودر، بصل باودر، معلقه جنزبيل، نص معلقه قرفه. عندك زعتر حط زعتر. معايا فلفل اسمر، ومعايا ملح اساس. معايا هنا معلقه كبيره من صوص الباربيكيو، برضو بيدي لون حلو جدا للمشاوي. معايا فرخه كامله اهيت، دي شكلها كده بعد ما غسلتها ونضفتها، ما فيش فيها اي حاجات. غسلها ازاي؟ ملح وليمون وخل ودقيق. حطها بقى في المواد السائله بتاعتنا ديت. المواد السائله التتبيله بتاعتنا مواد سائله، لان احنا لو عملنا فيها البصل اللي هو تفل البصل مثلا وطماطم وكل ده هيتحرق معانا على الفحم، واحنا عايزين بس تتبيله سائله عشان خاطر احنا نشويها على الفحم، مش شاويينها في الفرن. شوي الفحم غير شوي الفرن خالص يا بنات، تمام. احنا عايزين سوايه. هتبلها بقى في التلاجة بقى لمده 3 4 ساعات كده براحتك. خدت هنا دوت البصل اللي انا كنت مصفياه عشان خاطر اخد ميته للفراخ. هعمل بيه هنا بقى ايه؟ هطبخها معاكم طبق فول. شوحت كده البصله بتاعتنا، تمام، في معلقتين من الزيت. ومعايا نص معلقه توم، تمام كده. واديت للبصله بتاعتنا لون اصفر بسيط، لون ذهبي كده بسيط، ما تغمقهاش عشان خاطر الفول بتاعك ما يبقاش غامق. وسيبها ايه يعني ايه تتبخر بقى مع نفسها بقى مع شويه فلفل اسمر. ندخل بقى هنا على اللحمه بتاعتنا، كانت غلت لها الميه بتاعتها اهيت بدات تسخن، ونزلت اللحمه بتاعتنا اهيت عشان نسلقها، تمام. هبدا بقى اشيل الريم بتاعها، اشيل الريم بتاعها عشان خاطر الشوربه بتاعتها تبقى حلوه، تمام. ما شاء الله اللحمه بتاعتنا طازه، بنجيب اول باول كده طازه حلوه. حطيت لها ورق لورا اهوت، وحطيت لها بصل، وحطيت لها طماطميه، وحطيت لها حبهان فتحته كده، تمام. وفي بقى حله الضغط بتاعتنا ديت ده حله صغيره كده هقفلها. حله الضغط دي جميله جدا ومسعفه جدا، وبتوفر في كل حاجه، وقت مجهود، بتوفر في الغاز، بتوفر في كل حاجه، تمام. ده الزور دوت لازم يتحط كده. قفلتها كويس جدا، ودي شكل الفيل بتاعتنا بقى سوي بتبخر مع نفسه. بعد ما احط له بس فلفل اسمر كده على ملح، دي فلفل اسمر على ملح، تمام. واسيبه بقى يتبخر بقى مع نفسه لحد ما يفك. اصلا كان هو اصلا معايا في الفريزر، تمام. بعد ما اتبخر كده حوالي ربع ساعه، جبت بقى طماطم بتاعتي اهيت بقى اصفيها واحط ايه الطماطم عليه. ما شاء الله الفول بتاعي جميل جدا، وما شاء الله بيستوي على يعني على حبوب النار خالص، على البخار بتاعه تلاقيه استوى. طلعت بقى هنا على سطح دي الفحم بتاعنا بعد ما ولعناه وكده، وبدات بقى احط الشبكه بتاعته وارص الفراخ عليها بقى كده. هحاول بقى ايه يعني ايه اخلي كله جنب بعض عشان خاطر الفحم كله يبقى في مكان واحد اهو. انا مقطعه الفرخه بتاعتنا على كام قطعه؟ 2 4 6 6 7، على 7 قطع، تمام. ورصيتها بقى كويس اهي جدا. نبدا بقى ايه نقعد بقى انا والاولاد بقى، وانا وجوزي نقعد نهوى عليها كده. لازم التهويه ديت عشان خاطر الفحم يشعل معانا وايه والفرخه بتاعتنا تتشوي. الاجواء دي جميله جدا، وبصراحه طعم الفحم بيبقى جميل وتغيير. ودي فراخ كانت في الفريزر، ما بحبش احطها، ما بحبش اعملها ايه غير كده يعني. مهما كان بتبقى الفراخ المشويه تبقى حلوه
والاولاد بياكلوها وبتشجعوا كده، عشان خاطر الاولاد بيبقوا صايمين وكده، فلازم نعمل الاكلات اللي بيحبوها وبتخلوهم ياكلوا كده. تمام. ما شاء الله واخده لون جميل اهوت. ابدا بقى اسيبها على هادي بقى كده، بس بغيب كده، ومعايا التتبيله بتاعتي السايله ديت. ببدا بالفرشه كده، وابدا ارش عليها عشان خاطر تشرب، ولحمها يشرب من ريحه الفحم وكده. مش عارفه عايزه انام ولا كل شويه تتاوب. شكل الفراخ بتاعتنا هي جميله. عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، انا نفسي بجد تعملوا الوصفه اللي انا مثلا بعملها، وتقولوا رايكم في الكومنتات، عجبتكم ولا ما عجبتكوش. انا عارفه ان الاكل اذواق، وعارفه ممكن مثلا التتبيله، ممكن يكون عندك تتبيله تانية غير التتبيله اللي انا بعملها، فاحب ان انا ان انتم تشاركونا رايكم وكده. برضو لو حد عنده برضو تتبيله حلوه ممكن يقولها لي، ونعمل ونتعلم من بعض. تمام. دي شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت خالص اهيت. كان عدى عليها حوالي ساعه. ما شاء الله واخده اللون جميل جدا. دي مش محروقه خالص، ديت واخده لسعه اللسعه بتاعه الشوي، بتبقى طعمها جميل برضو، مش طريه وجميله جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تتابعوني وتعملوا شير للصفحه، واتمنى إيه كل سنه وانتم طيبين يا بنات، ورمضان كريم. شير بقى للفيديو، واعملوا مشاركة للفيديو، وخديه ووديه عن صفحتك عشان الكل يستفاد بالوصفة. عملنا فول، عملنا سلطة، عملنا البلح بتاعنا، عملنا فتة ده اساسي، عملنا اللحم.